دي السيركل اوف فولفيلمنت، كلنا بنحاول نوصل لها بس مش عارفين نوصل لها لان احنا بنحاول نوصل لها من بره لجوه. السيركل اوف فولفيلمنت اللي هي دايره تحقيق الذات، الخط الاسود ده هو تحقيق الذات. الحقيقه ان كلنا بنحاول نوصل له بطرق كتيره قوي مختلفه. احنا بنحاول ندخل في وظائف معينه، طب ايه التخصص بتاعنا، طيب ايه الامبلويمنت ميثودز، ايه هي طرق التوظيف، هل انا مناسب بالنسبه لي ان انا ابقى في وظيفه ولا ابقى رائد اعمال وافتح بيزنس ولا ابقى فريلانس، لا طب تعالى نجرب ان احنا ندخل في وظيفه، وهكذا. وبعد كده بندخل في الامبلويمنت سكيلز، طيب يلا بينا انا عايز اتعلم ازاي اعمل CV، طيب انا عايز اتعلم ازاي اعمل لينكد. كل الحاجات دي بندخل فيها ورحله طويله من الوقت والمجهود والسنين علشان نوصل في الاخر لتحقيق الذات. وبناء عليه بنبدا بقى، طيب يلا بينا نتعلم سكيلز، نتعلم كوميونيكيشن سكيلز، نتعلم برزنتيشن سكيلز، يلا ناخد كورسات في الحاجات دي. والكورسات دي بتعلمنا تكنيكس معينه، ان احنا لما تيجي تعمل كوميونيكيشن مع حد او لما تيجي تعمل برزنتيشن معينه تستعمل الافكتيف ليسننج او الاكتيف ليسننج، تعمل انصات فعال، وهو ان انت تحاول تفهم اللي قدامك وتبص في عينيه وتردد اخر 3 كلمات هو بيقولها بصيغه سؤال علشان اكنك انت مركز معاه يعني، وتهز راسك اللي هو انا ايوه انا فاهم اللي انت بتقوله يا عم طبعا معاك. يقول لك ان انت كمان بادي لانجوج، افرد جسمك، الكلام ده كله علشان تعرف تبقى ناجح او يبقى عندك الكوميونيكيشن سكيلز او عندك البرزنتيشن سكيلز. يقول لك خلي عندك ايموشنال انتليجنس، ذكاء عاطفي، حس بالناس. يقول لك الفرق ما بين الامباثي والسيمباثي، يقول لك ان انت تبقى متعاطف بس مش عارف ازاي. يفضل يقول لك حاجات كتيره، تكنيكس خارجيه من بره لجوه، هي دي اللي هتنجحك. ويقول لك بوزيتيف ثينكينج، فكر بشكل ايجابي، خليك دايما متفائل، خليك دايما متحمس، خليك سعيد، يلا بينا الدنيا وردي. وكل ده في الاخر بيروح على فشوش. ليه؟ لان لو كان الحاجات دي كلها بتنفع ما كانش حد غلب. الحقيقه ان العالم كله، مش انت لوحدك، احب ابشرك واطمنك ان العالم كله بيحاول يعمل نفس الحاجات دي، بس احنا بنعملها بالطريقه الغلط. طب ايه هي الطريقه الصح؟ الطريقه الصح هي from inside out، من جوه لبره.